السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم في قناة ساعة لقلبك مع ربك. احنا النهاردة عندنا سؤال وكمان إجابة. السؤال ده بيقول: انت تعرف ايه أصعب عقوبة ممكن ربنا عز وجل يعاقب بها العبد؟ العقوبة دي ولا في المال ولا في الصحة ولا في الأولاد، بل في أمر آخر تاني قد لا يخطر على بالنا أصلا، لأن احنا كبشر دايما بنربط أو غالبا بنربط العقوبة بنقص في الرزق أو كثرة في المصائب لا قدر الله. لكن ربنا عز وجل ممكن يعاقبنا بحرماننا من أعظم نعمة هو وهبها لينا، وهي نعمة الصلاة. الصلاة يا جماعة هي الصلة المباشرة ما بين العبد وربه، هي مصدر السكينة بالنسبة لنا. تصور ان ربنا سبحانه وتعالى يحرمنا لا قدر الله من الوقوف بين يديه، او يمنعنا من اداء الصلاه اللي هي بالنسبه لنا طوق النجاه ومصدر الراحه والرحمه والسكينه في الدنيا وفي الاخره. ربنا سبحانه وتعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الآية دي يا جماعة بتحذرنا من التهاون والتكاسل في أداء الصلاة، مجرد التكاسل بس يا جماعة في الصلاة. فتأملوا أخواتي في حالنا مع الصلاة، فإذا وجدنا أنفسنا متكاسلين عنها أو نجد صعوبة في الالتزام بها، فهذه ممكن تكون إشارة، قد تكون تنبيه لينا لتصحيح مسارنا والعودة إليه سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. فلنحرص جميعا على هذه النعمة العظيمة، ولنجعل الصلاة أساسا ثابت في حياتنا، ونسأل الله دائما أن يثبتنا عليها، وأن يجعلها قرة أعيننا وملجأ لقلوبنا المتعبة، وألا يحرمنا دائما من الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. صلوا على من أمرتم بالصلاة عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.